هذه تشوه صورتنا وتنقص قيمتنا. إن الرؤية حين أعلنت قبل سنة تقريبا جاء في ديبجتها النص التالي: ففي هذا الوطن الحرمان الشريفان أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول. انتهى. وهذا ما نتفق عليه ونفتخر به. فهل ما يحدث من مناشط باسم الترفيه يمثل هذا العمق وتلك الهوية؟ وهل هذا يعكس صورة بلادنا؟ لسنا ضد الترفيه، ولكن قد سبقتنا بلاد عربية قبل عشرات السنين ففتحت السينما التي هجرت الآن، وسبقتنا في نشر منصات الغناء، وجلبت المغنين والمغنيات من بلدان شتى، وتفننوا في إعلان الحفلات الغنائية.